في مفاجأة غير متوقعة للجمهور، تصدر اسم الفنانة مي عز الدين مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها خطوبتها وعقد قرانها رسميا في أجواء عائلية بسيطة بعيدا عن كل الأضواء. مي اللي تعود جمهورها يشوفها دايما محتفظة بخصوصيتها اختارت المرة دي إن يكون الحدث هادي ومقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط. العريس شاب من خارج الوسط الفني، اتعرف على مي عن طريق أصدقاء مشتركين، وبدأت قصة حبهم من فترة قصيرة قبل ما تتحول لارتباط رسمي. مي عز الدين فضلت انها ما تكشفش عن تفاصيل اكتر عن العريس او موعد الزفاف احتراما لرغبة الطرف التاني في الاحتفاظ عن حياته الخاصة. طبعا الخبر لقى تفاعل كبير جدا من جمهورها اللي عبر عن سعادته وفرحته بخطوبة مي، واتمنوا ليها حياة سعيدة ومستقرة بعد سنين طويلة من تركيزها في الفن والابتعاد عن الشائعات. وبكده تكون مي عز الدين أخيرا قررت تبدأ فصل جديد في حياتها عنوانه السعادة والاستقرار. بعض المعلومات عن مي عز الدين: اسمها مهيتاب حسين عز الدين، اسم الشهرة مي عز الدين، تاريخ ميلادها 19 يناير عام 1980. طبعا ولدت في إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، وقضت أول سنوات حياتها في الإمارات، ثم انتقلت مع والدتها إلى مصر اسكندرية بعد انفصال والدها. والدها يدعى حسين عز الدين، والدتها مسيحية ووالدها مسلم لكن تربت على الدين الإسلامي. عدد الأشقاء طبعا يذكر أن لديها شقيقة اسمها هبة، تربت بعد الطلاق مع والدتها بالأساس، وقد انفصل والدها عنها وهي صغيرة. حصلت على شهادة بكالوريوس آداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية. منذ طفولتها كانت تهوى المسرح والنشاط المدرسي، وشاركت في فرقة مسرح المدرسة. بدأت مشوارها الفني عام 2001 عندما شاركت في فيلم رحلة حب مع محمد فؤاد، ومن أبرز أعمالها كان فيلم عمر وسلمى عام 2007 الذي اتشهرت فيه، ومسلسل دلع البنات عام 2014 وآخرون. وسنوات النشاط كانت من 2001 إلى وقتنا الحالي. طموحات وأحلام مي عز الدين سبق وأشارت إلى حبها للسفر ومتابعة تجارب الحياة، وإن السفر هو هوايتها. تسعى الحفاظ على حياتها الخاصة بعيدا عن الضوضاء الإعلامية واستقرار أسريا وفنيا. برغم من نجاحها الفني، عبرت أن اختيار الأدوار المناسبة والاستمرار في تجديد هما جزء من طموحها المستقبلي. سبق وأن خطبت من اللاعب محمد زيدان عام 2009، لكن العلاقة لم تستمر.